سهم بقلب الحسين وزينب تشوفه. أبو علي قال لا، كسر السهم وطلع السهم وسال الدم حتى ما تشوفه زينب. بس أبو علي كم سهم تقدر تشيله؟ اسمع اسمع. قال بعد عندك سهام يا حرملة؟ قال سهم أصبت به نحر الرضيع. اسمع اسمع، هذا شلون راح يوجع قلبك. سألوه قالوا له شنو هذا السهم؟ قال هذا السهم لو وقع على رقبة، الله أكبر، هذا الحديث للباقر عليه السلام أيضا، يقول لو وقع السهم على رقبة بعير لذبحه. عجيب، هذا سهم مثلث الظاهر، هواي ياخذ من رقبة الرضيع وهي غضروف أبو 6 أشهر، بقت رقبته مشلبة بهاي الجلدة. الحسين شايل الراس لازمة على الجسد وتحت العباية الشريفة، وتقدم يا هي اللي تتلقى أم الرضيع. لا مولانا، مو أم الرضيع، تتلقى أم المصائب مو أم الرضيع. قالت حسين أسقيت الرضيع بالماء؟ قال بل سقى يا حرملة يا زينب. زينب هم حطت هالطفل الرضيع تحت عبايتها ودخلت لأمه. قالت ما تقولين بمصاب العباس؟ قالت أعظم الله أجري وأجرك. قالت ما تقولين بمصاب علي الأكبر؟ قالت أعظم الله أجري وأجرك. قالت زينب أراك تمهدين، أشوفك تجيبين المصايب واحدة ورا الثانية. زينب الآن دراح لي بصدري، أين ولدي؟ تقول له يما يا يما يا يما. خاطر امك بشي هالليل، يما يما يا يما، يما ما تفك لي باب لحدك، اخاف انك تبات الليله وحدك. شو تريد تسوي ام الرضيع؟ تقول له يما نرد اخلي خدي فوق خدك. مولاتي ما عنده راس، بعد وين تحطين خدك؟ تقول له يما نرد اخلي خدي فوق يا نحرك. يا الله، تستاهلون الآه، تردون الآه، تردون تبيضون وجه وي الإمام الحسين ومولاتي خولة هالليلة.